السلام عليكم. بتعملي الكيكه بقى مش بتظبط معاكي، عندك مشاكل كده وانت بتعمليها، اي مشكله بتقابلك وانت بتعملي الكيكه بامر الله هنحلها النهارده في الفيديو. هنعمل النهارده مع بعض كيك رهيب، كيك السمسم. هنعملها مع بعض بطريقه بسيطه جدا، ابسط مما تتوقعيها، بجد تحفه. هقولك بقى كل المشاكل اللي بتقابلك كده وانت بتعملي الكيكه هنحلها مع بعض بامر الله. ازاي يكون ارتفاعها كده مظبوط، وازاي يكون لونها فاتح، وازاي تكون بالهشاشه والجمال اللي انت شايفاه ده. نسمي الله ونصلي على الرسول، وما ننساش نضغط لايك قبل ما نبدا الفيديو، ونشوف هنعمل مع بعض كيكه السمسم القمر ازاي. كام اضافه كده عندك من المطبخ صدقيني هيفرقوا جدا في الكيكه وفي النتيجه النهائيه بتاعتها، ونشوف هنطلعها قمر بالشكل اللي انت شايفاه ده ازاي، وهنضيف عليها ايه من المطبخ عشان تبقى تحفه كده. نسمي الله ويلا بينا. اول حاجه بقى قبل ما تبداي كده في عمايل الكيكه لازم تجهزي القالب اللي هتشتغلي فيه او الصينيه اللي هتشتغلي فيها. النهارده انا استخدمت صينيه مقاس 24. تمام. هنبطنها كويس قوي بقى بالزبده، ما ينفعش النهارده نستخدم زيت في الوصفه او نبطن الصينيه بزيت. انا عايزه زبده كده، معلقتين بقى من السمسم الابيض كده ونبطن الصينيه بيهم. ويفضل طبعا سمسم ابيض، ما ينفعش سمسم احمر علشان ما يطلعش غامق معاكي بعد كده في الوصفه. يبقى معلقتين من السمسم الابيض هنبطن بيهم الصينيه كويس قوي. تمام. مقادير الكيكه لازم تكون بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش طبعا في التلاجة، ونهتم بالحاجات الصغيره اللي بتكلم عليها دي، بتفرق جدا في الكيكه. تمام. انا استخدمت هنا دي متعدد الاغراض، استخدمت كوبايتين، هنضيف عليهم باكت من البيكنج باودر، ويفضل كيك شيف يا بنات، ومش اعلان والله، يفضل كيك شيف. البيكنج باودر الاخضر ده بيغمق الكيكه. تمام. هننزل عليهم بمعلقه من الكاسترد ورشه ملح. صدقيني معلقه الكاسترد دي بتفرق جدا في قوام الكيكه، في طعمها، في ريحتها. تمام. مش متوفر عندك كاسترد تقدري تستبدليه بالنشا. تمام. رشه الملح ديت بتعادل الطعم كويس قوي. هنقلب بقى المواد الجافه كده ونسيبها على بعض. الفيديو هنا جرى مننا، يلا كده نكمل خليط السوائل. انا هنا استخدمت 3 حبات كده من البيض، هنضيف عليهم كوبايه من السكر. وطبعا السكر يفضل يكون ابيض، ما ينفعش سكر غامق علشان ما يغمقش كده الكيكه معاكي. هننزل عليهم بقى بنقطتين من روح الموز، علشان انا مستخدمه في الوصفه استخدمت كاسترد بالموز، فحبيت ان انا استخدم كده نقطتين كده من روح الموز، بيخلي الكيكه تحفه معاكي. مش متوفر عندك هتستخدمي فانيليا. تمام. هنضيف عليهم بقى نص كوبايه من الزبده كده ومدوباها، ما تكونش سخنه قوي، يعني يا دوب فككتها كده على النار. وكوبايه من الحليب، والحليب يكون دافي، يفضل طبعا يكون دافي ما يكونش ساقع، يعني بيفرق قوي في الوصفه. تمام. هنخلطهم بقى بالمضرب كويس قوي لحد بقى ما لونه يفتحي كده وبيكون بالشكل اللي انت شايفاه ده. هننزل للمره التانية هندخل الدقيق على الكيكه. صدقيني كل ما بتنخلي الدقيق كل ما هتاخدي احلى نتيجه في الكيكه، بتبقى هشه جدا معاكي كل ما بتدخلي الهواء فيه. اتفرجي على جمال الكيكه وحلاوتها. بعد ما خلطنا خليط السوائل ودخلنا بقى الدقيق للمره التانية او المواد الجافه للمره التانية، نخلطهم بقى ونقلبهم كويس جدا. تعالي بقى يا ست الكل هنضيف حاجه كده على الكيكه هتخليها في منتهى الهشاشه تحفه. نص معلقه صغيره من كربونات الصوديوم او البيكربوناتو او الكربوناتو، نص معلقه صغيره، ما تكتريش عن كده عشان الكيكه ما تفتحش معاكي قوي في الفرن او ما تشقش معاكي. تمام. هنضيف عليهم معلقه من الخل. شايفين الفوران بقى اللي انا اللي في الفيديو ده او التفاعل ده، هو ده اللي انا محتاجاه. صدقيني هيخلي الكيكه فاتحه جدا، هشه جدا معاكي. اهم حاجه نمشي على الخطوات كده واحده واحده. فرننا طبعا اول ما بنبدا نشتغل في الكيكه، الفرن طبعا لازم يكون سخن، الكيكه لازم تدخل على فرن سخن. تمام. بعد ما خلصنا بقى هننزل كده او هنصب خليط الكيك في الصينيه. هنلتزم بالمقادير، هنلتزم بالخطوات اللي قلنا عليها او التكات كده الصغيره عشان الكيكه تنجح معاكي. الكيكه مش مجرد مقادير وخلاص بنحطها على بعض، لا، شويه تكات كده عشان تظبط معاكي. هنخرج بقى الهواء كده بخله، هنمسكها كده نخبط الصينيه بقى خبطتين كده على الرخامه. تمام. الفرن طبعا يكون سخن. نتكلم بقى على التسويه المظبوطه للكيك. لازم ندخل الكيكه على فرن سخن، يعني نسخن اول ما نبدا نشتغل في الكيكه. هنشغل الفرن. تمام. هندخلوها على الرف اللي في النص، مش هنشغل الشوايه، هنشغل الفرن من تحت بس. بتاخد حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع على حسب طبعا درجه حراره الفرن عندك. تمام. ما شاء الله شايفين الكيكه وجمالها وهشتها تحفه جدا. طبعا بنختبرها بعد نص ساعه، بنفتح عليها ونبدا نختبرها بالسكينه زي ما انت شفتي كده. انا بوريكم بس قدامكم، انا اختبرتها طبعا في الفرن قبل ما اخرجها، بس بوريكي لازم السكينه تكون طالعه نظيفه كده ما فيهاش اي سوائل عشان تتاكدي ان الكيكه بتاعتك تكون استوت وتمام من جوه. ما شاء الله هشه جدا، ارتفاعها حلو قوي. لازم نقلب البيكنج باودر كويس قوي مع الدقيق علشان يكون الارتفاع بتاع الكيكه كل واحد ما يكونش مكان مرتفع ومكان لا، عشان تكون بالارتفاع المظبوط معاكي. لازم تقلبي البيكنج باودر. تمام.
امشي على التعليمات اللي قلتلك عليها او شويه التكات كده والحركات الصغيرين اللي اتكلمنا عليهم كده في الفيديو علشان الكيكه تنجح معاكي. ما شاء الله حلوه جدا، تحفه جدا، طعمها حلو قوي. الكيكه طبعا اما بنسويها ما ينفعش نخرجها مره واحده من الفرن، لازم اول ما تحسي كده ان هي استوت او تختبريها وتلاقيها استوت ولونها مظبوط وتمام، هتسيبي بقى، هتفتحي باب الفرن كده وتسيبيها جوه الفرن شويه، حوالي 5 دقايق كده 10 دقايق، عشان ما تتصدمش بقى وتطلعيها في الهواء على طول فهتهبط معاكي. تمام. ما شاء الله جربوها واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. ما ننساش نضغط اللايك، وما تنساي ولو اول مره تشرفوني في القناه بجد اتمنى تشرفوني وتشتركوا معايا، واستنوني فيديوهات تانية كتيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.